هي معركة واحدة بس، لو كنا كسبناها كان زمان أوروبا كلها بتتكلم عربي. يوم 2 رمضان سنة 114 هجرية، المسلمين وصلوا لحد فرنسا تقريبا، وكان القائد وقتها عبد الرحمن الغافقي، قائد معروف بالشجاعة والذكاء. وكان الجيش الإسلامي قطع مسافات كبيرة جدا وانتصر في معارك كتيرة قبلها، لحد ما حصلت مواجهة ضخمة اسمها معركة بلاط الشهداء. المعركة دي كانت صعبة جدا واستشهد فيها عدد كبير من المسلمين، لكنها فرضت مثال على شجاعة جيش بيقاتل حتى وهو بعيد عن أرضه جدا. وعشان تفضل دايما ذكراهم موجودة اتسمت باسم معركة بلاط الشهداء، لأن دم الشهداء غطى الأرض كلها. أنا بحكي لك الحكاية دي النهاردة علشان مش كل بطولة معناها انتصار، ساعات البطولة بتكون في الصمود نفسه، إنك لسه واقف على رجلك وما استسلمتش. قول لي أنت بقى، لو مكان عبد الرحمن الغافقي هتعمل إيه؟ هتلم جيشك وتخلع؟ ولا هتحارب واللي يحصل يحصل؟